السلام عليكم ورحمة الله. نجم تركي يسيء للسعودية بسبب رونالدو ورد المتابعين قاسيا عليه. قبل بداية الفيديو لا تنسوا الصلاة على النبي، ولا تنسوا ذكر الله عز وجل، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. أساء النجم التركي بيركار جوفان للجمهور العربي وخاصة السعودية، وذلك بالتغريدة له حول انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي. ونشر النجم البرتغالي بيركار تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهاجم من خلالها بشكل غير مباشر نادي النصر السعودي وبالتالي المملكة العربية السعودية. وقال في تغريدة التي وصفت بالمسيئة والمهينة، وقال فيه: كريستيانو بعظمته كيف جلب العار لنفسه هكذا أمام الجميع، في إشارة منه لانضمام النجم البرتغالي إلى النادي السعودي في الأيام الماضية. وأثارت هذه التغريدة ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا في الشارع السعودي بسبب استهانة واستعلاء النجم التركي على نادي النصر، واعتباره انضمام رونالدو وسفره للسعودية بمثابة عار كبير له. وردت عليه ناشطة سعودية قائلة: ولا يهمك، بنجيبك تهز وتترقص قدام كريستيانو ونعطيك مثل ما أعطيناه. كريستيانو والسعودية تاريخ راسك، رح ترقص على ديد مسلسلك الرخيص أحسن.